مباشرة بعد التصريح الذي أدلى به الفنان عادل الميلودي بخصوص جريمة قتل مرداس وتورط زوجته في الجريمة، مصرحا أنه كان يعرفها وكانت تشتغل شيخة مع ولد الحوات، نشر قبل قليل من يومه الأربعاء الفنان سعيد ولد الحوات على حسابه الشخصي بالفيسبوك تدوينة دافع من خلالها عن وفاء أرملة مرداس وطليقته السابقة، موضحا أنها لم تعمل شيخة ولا علاقة لها بالمجال الفني، بل كانت تتابع دراستها كسائر الفتيات. وأوضح ولد الحوات بأنه تعرف على وفاء بإحدى الحفلات وتقدم لخطبتها قبل أن يعقد قرانهما لكأنهما قار. لا تنسى الاشتراك في قناتنا لتصلك فيديوهات جديدة. اضغط على زر أبوني الموجود في الأسفل للاشتراك.